السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنشوف لحاف باريس الثمان قطع اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. هو عبارة عن لحافين واربع خداديات ودوستين، يعني كل سرير على اللحاف وخداديتين ودواسة. يلا نشوف المقاسات عاملة ازاي. النهاردة ان شاء الله هوريكم لحاف باريس الاطفال شكله من جوه عامل ازاي وهو حجمه عامل ازاي. بصوا ما شاء الله، يعني هو ضخم جدا. بصوا الشنطه قد ايه، شنطه كبيره جدا. هو 8 قطع وتقيل. ده لحاف وده لحاف، يعني ده نص طقم وده نص طقم. طبعا خامه باريس حلوه قوي، احنا اشتغلنا فيها كتير جدا، فعشان كده يعني بفتح الشنطه وانا مطمنه ان الخامه اللي من جوه حلوه. بصوا هفتح لكم الطقم ده، شوف من جوه شكل الطقم عامل ازاي. انا مش عارفه الكاميرا هي جايباه كله ولا ايه، لان هو ضخم جدا ما شاء الله. يعني دي اول حاجه الدواس، دي 2 دواس اهو. طبعا المقاسات هنمسك حاجه حاجه وهنقيسها. الدواسه دي مقاسها هما كاتبين ان مقاس الدواسات 55 في 70، هي مقاسها مظبوط 55 في 70، يعني 52 في 68. ده الصافي، ده مقاس الدواسه. بصوا الدواسه من ورا من هنا في زي جلد محبب، دي عشان تمسك على الارض ما تزحلقش. دول دواستين. تاني حاجه بقى اللحاف نفسه، هو اللحاف وفي هنا 2 خداديه، يعني على كل سرير 2 خداديه. دي الخداديه طبعا الخامه بتاعتها حلوه، قطيفه اللي هي عامله زي القطيفه البولار. بصوا دي فردة خداديه ودي فردة خداديه. المقاسات بقى بتاعت الخداديه ايه؟ مقاسات الخداديه 75 في 60، 75 في 60، بس عليها برواز حوالين داير، وليها سوسته زي السوسته اللي عملناها فاكرين في الدفايه البولار، نفس الحكايه، سوسته من النص اهي. دي 2 خداديه. اللحاف نفسه بقى بصوا ما شاء الله، يعني اللحاف حلو، وهو دبل فيس، وش غامق ووش فاتح. ودايما الصوره بتاعت البوستر بيبقى موجود من تحت شكل الدبل فيس بتاعها. مقاسات بقى اللحاف بسم الله. مقاسات اللحاف صافي بقى، صافي 1.95 متر. ده مقاس اللحاف. العرض بتاعه طبعا هو بالنسبه للحاف اطفال مقاسه حلو جدا 1.95 متر، والعرض بتاعه 250، يعني 1.95 في 250. هما كاتبين ان مقاسه 1.95 في 230، انما هو لا 1.95 في 2.5 متر. مقاسه كبير وحلو جميل جدا. بالنسبه للحاف اطفال الخامه بتاعته حلوه قوي. دبل فيس زي ما هي في صوره البوستر بالظبط، مفيش اي اختلاف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.